سلطان، كيفك كابتن اسامه؟ اخبارك؟ الله يعافيك. اليوم المباراة يعني مع ان الاردن وعلى الهيستوري اللي موجود انه الاردن فاز، كنا اليوم نبغى ايضا المنتخب السعودي يفوز بنتيجه على المنتخب الاردني. المباراة مع انها وديه ابو سلطان طلعت بشكل جدي كانها رسميه. اول شيء صراحه يعني الحضور الجماهيري كان ممتع من ناحيه المنتخب الاردني ومن ناحيه المنتخب السعودي، ما شاء الله يعني كنا فعلا حتى احنا تفاجئنا انه في تشجيع وفي يعني رابطه، كانك في السعوديه يعني نقول الله يعطيهم العافيه ان شاء الله، وان شاء الله يعني يجونا في المباراه القادمه. بالنسبه للمباراه يعني مبروك لنا الفوز، قدمنا مباراه صراحه ممتعه خاصه من الشوط الثاني كانت من طرف واحد. حاولنا وصلنا اكثر مره لكن ما حلفنا الحظ، ولكن دائما كره القدم ما تيأس، ما يئسنا، في اخر لحظه جبنا هدف التعادل. ابو سلطان اليوم كان في اخطاء في الدفاع بينك وبين اسامه؟ والله اخطاء في كل كل الخطوط، فيها اخطاء طبيعي يعني في اخطاء، بالعكس يعني لاعبين الشوط الثاني حسن ما جاته اي كوره، يعني انت بترجع المباراه بس دائما الدفاع يعني ضحيه اي شيء صار عشان الهدف جاء من خطا طبيعي، يعني كل شيء من خطا، حتى الجول يعني لو ما في خطا ما تيجي اهداف، يعني طبيعي بيصير خطا، ومين يستغل الخطا؟ يمكن وصلنا احنا 4-5 مرات ما استغلينا اخطاء المنتخب الاردني، ولكن مو مشكله، واحد يخطئ واحد يتعلم من الخطا، وان شاء الله يعني نعوضها في المباراه القادمه، ونحاول قدر الامكان اننا ما نخطئ، لانه صعب انك تقول ما تخطئ، يعني قدر الامكان تحاول انك تقلل من اخطائك. ابو سلطان كابتن محمد نور كان يتكلم يقول احنا مجموعه الان جديده على عاتقها مهمه صعبه، ترون انه فعلا المرحله القادمه مرحله صعبه على المنتخب السعودي للعوده مره اخرى بشكل جديد للمنتخب السعودي؟ اكيد مرحله صعبه، لا تنسى اول شيء تصنيف المنتخب السعودي يمكن فوق ال 80 92، يعني هذا الشيء صراحه ما يرضينا احنا كلاعبين بكل امانه. وثاني شيء لا تنسى يعني اخر بطوله ظهرنا بمستوى سيء اللي هو كاس اسيا، الكل كان مؤمل ان نقدم يعني مستويات جيده. هذه المرحله صراحه يعني تقريبا لو تلاحظ نفس اللاعبين، يعني او 3-4 لاعبين لعبوا كاس اسيا متواجدين، نحاول ان شاء الله نغير الصوره ونقدم مستويات افضل باذن الله. يقولون العيال ليش ما كول؟ لا مكفيه، بس تعرف مباراة احنا رايحين حفلة، المباراة في شد في هذا، فانا رايحين حفلة احنا. مباراة الكويت كابتن سامي والله مباراة يعني ما شفنا صراحة المباراة، ولكن اكيد يعني اليوم بنشوف المباراة. المنتخب الكويتي يعني منتخب قوي، دائما مباراة الكويت السعودية يكون فيها تنافس، يكون فيها اثارة، نتمنى ان شاء الله تكون فيها الاثارة والمباراة تطلع يعني بمستوى حلو باذن الله. عارف انك ما تبغى تتكلم عن اشياء ثانية. زي ايش يعني؟ الهلال احنا مع المنتخب ان شاء الله، اكيد مع المنتخب وتركيزنا كله مع المنتخب، اذا رجعنا الهلال نتكلم عن الهلال. شكرا. الله يخليك.